اهلا بيكم. شايفين معايا المنظر ده ومحشي الكرنب بينزل في الطبق، حاجه بقى تجري الريق. احنا كمصريين عشقنا المحشي الكرنب لا خلاف عليه. شكل صباع المحشي حلو ازاي، لا صغير ولا كبير، ماسك نفسه، الرزايه مستويه ومفلفله في نفس الوقت. تعالى اقولك على اسهل طريقه تقدري تحضري بيها حله محشي كرنب معتبره، وهقولك على طريقتين لسلق ورق الكرنب من غير ما يتقطع منك، وكمان هنقطع ونحشي في نفس الوقت. ازاي بقى؟ تابعي معايا الفيديو ده وانت هتعرفي. الاول اعملي لايك واشتراك في القناه علشان في فيديوهات كتير واثقه انها تعجبكم باذن الله. انا شاريه كرومبايه حلوه بصراحه. هقولك برضو اهم حاجات تاخدي بالك منها وانتي بتشتري الكرومب. اولا عروقها قليله، مش مكرمشه من فوق ولكن سرحه، ولما بتخبطي عليها من فوق بتعمل صوت مش مكتوم. الورق بتاعها رفيع مش محمل لان التخين مش حلو. وطبعا ممكن تسلقي الكرومبه بطريقتين. بفرغ الكرومبه الاول من النص وبشيل الجدر من قلبها بالسكينه كده داير ما يدور، وانزلي بالسكينة لتحت خالص لغاية ما تحسي ان القلب خلاص انفصل عن الكرومبة. ممكن طبعا انزلها زي ما هي في حلة فيها مية مغلية فيها شوية ملح، بس الاول هاخدها زي ما هي كده تحت حنفية المية السخنة من السخان وهنقعها شوية قبل ما اشتغل فيها. مني اكون غسلتها، وبرده ده هيخلي الورق يخرج بسهولة من غير ما تتقطع، ودي تركية مهمة جدا احفظيها عندك. هسيبها حوالي نص ساعة في المية السخنة وهعمل خلطة المحشي في الوقت ده. عندي هنا كيلو رز مصري مغسول ومتصفي كويس، هحط عليه حوالي ربع كوباية زيت ذرة علشان الرز يطلع معايا مفلفل. عندي هنا 3 فلفل رومي مفروم فرم ناعم، هنزل على الرز بشوية منهم، مش كل الكمية طبعا، لان هنا انا عايزة اتبع طريقة الني في ني وفي نفس الوقت المتسبك. 3 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم وبنزل بشوية منهم برضو، وبعدين معلقة من التوم الفريش. انا كنت فرماه ومخزناه عندي في برطمان في التلاجة. هقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه، وانا هنا زي ما قلت هعتمد طريقتين في عمل الخلطه، طريقه الني في ني والخلطه المتسبكه في نفس الوقت. هركن الرز دلوقتي على جنب وحضر تخدات المحشي المتسبكه، ودي بتودي الطعم لحته تانية. في طاسه كبيره على النار هنزل بمعلقتين كبار سمن، واول ما بتسخن بنزل بكميه البصل المفروم كلها اللي عندي. بحمر البصل يا دوبك بس يصفر ويدبل، انا مش عايزه لونه يغير قوي علشان ناخد طعم حلو في التخديع. واول ما بنوصل للمرحله دي بنزل بمعلقه توم مفروم. نلاحظ هنا التوم ما بياخدش وقت خالص وبيحمر بسرعه، علشان كده انا بنزل بيه بعد البصل. هنزل بباقي كميه الفلفل الرومي المفروم وهقلبه مع البصل والثوم، هيديني تيست هايل للتخديع. مجرد الكلام ده كله بقى هيدبل هنزل بالتوابل. عندي كاري بابريكا معلقه كبيره، عندي رشه قرفه صغيره ودي بتفرق جدا في الطعم، وتوابل المحشي مع كمون معلقه صغيره وفلفل اسود معلقه صغيره، ومكعب مرقة الدجاج ده اختياري ممكن تستبدليه بملح. هحط برضو نعناع مجفف ممكن فريش بس هو بيغمق اول ما بيتقطع، وهضيف برضو ريحان او زعتر. انا بفضل اضيف الاعشاب العطرية، دي بتساعد على التخلص من الغازات مع اكلة زي محشي الكرنب خصوصا لمرضى القولون. هقلب الكلام ده كله برضو مع بعضه، وهنا الروائح الجميلة بتبتدي تظهر. بضيف هنا معلقتين كبار من معجون الطماطم ودي بتدي قوام هايل للتخديع. وفي النهاية بضيف عصير الطماطم، ده حوالي كيلو طماطم معصورة بقشرها. وطبعا بضيف ميه باقل كميه ممكنه علشان ما تضطريش تسيبي التخديعه كتير على النار تتسبك على الاخر لغايه ما اي ميه فيها تتبخر. وطبعا اي ميه زياده في التخديعه هتضايقك وانتي بتحشي. واول ما التخديعه بتاعتك بتبقى بالجمال ده يعني حاجه عظمه بصراحه، تقلت واتسبكت خلاص. شايفه الصلصه بقت زي معجون الطماطم، خلصت كل الميه اللي فيها. طبعا كان ممكن انعمها اكتر بالبلندر او في الخلاط. وتركية مهمة برضو، لو حاسة ان لسه فيها مية بنضيف الرز على التخديعة وهي لسه سخنة. الرز هيمتص اي سوائل ممكن تضايقك في الحشو. هقلب الرز كويس مع التخديعة. طبعا الرز بتاعي مبهر فيه توم وبصل وفلفل رومي فريش مفروم. فكده بقى عندنا خلطة محشي بفليفرز كتير اللي هي الني في ني وبرضو المتسبكة. هنقل الخلطة في بولة كبيرة. طبعا هتسأليني فين خضرة المحشي، ببساطة انا ما حبيتش انزل بالخضرة الا لما اطمن ان الخلطة بردت تماما. وبالنسبة للخضرة انا باخد الاوراق بس من غير العيدان اللي هي برضو مليانة مية. في الوقت ده وانا مستنيه الخلطه تبرد هبتدي افرغ الكرومبه من الورق ورقه ورقه. ببتدي بالورقه اللي بره وانزل احركها الاول من عند العروق. اهي طلعت سليمه من غير حاجه. هكرر الموضوع ده بكل سهوله. هشوف اتجاه اي ورقه هي اللي بره الاول وبعد كده ابتدي انزعها. يبقى انت عندك كده طريقتين، يعني نقعها في ميه سخنه من السخان اعلى حاجه عندك حوالي نص ساعه، هيطلع معاكي الورق بكل سهوله ومن غير ما يتقطع منك. الطريقة التانية بنزل بالكرومبة مقلوبة على وشها تحت في المية المغلية، بس طبعا لازم حلة مقاسها مناسب مع حجم الكرومبة ودقيقتين، وبحيث انها طريت والورق ابتدى يتحرك هقلبها مرة تانية بحيث يكون وشها لفوق. شايفة الورقة ما شاء الله، ده يعتبر قلب كرومبة. يبقى احنا كده شفنا الطريقتين، الطريقة اللي تناسبك اعتمديها والاتنين كويسين وهيحافظوا على الورق.
طيب لو حسيتي ان الورق استوى بزياده هتنزليه تحت ميه بارده على طول علشان توقف سوا. وبرضه نلاحظ انك وانتي بتسلقي الورق بتنزلي بالورقه من جهه العروق الاول وما تضغطيش عليها عشان ما تتكسرش، واستني لما تاخد حراره الميه وتطرى معاكي. كده خلصت سلق الكرنب. هنا برضو الحشوة بردت، هنزل بخضرة المحشي اللي هي الكزبرة والشبت والبقدونس رابطة من كل نوع، وزي ما قلت الأوراق بس، وهنفرمهم فرم ناعم. أما المفاجأة هنا إن احنا مش هنقطع الورق وبعدين نحشي، ولكن الموضوع هنا هيكون أسهل لأنه هيكون بالتوازي، هقطع وأحشي في نفس الوقت. طب ازاي؟ كل اللي انا بعمله ان انا بثبت الورق بالشكل ده وبقطع الجزء اللي مليان عروق وبسيبه على جنب وبفرشه في الحله من تحت علشان يحمي المحشي بتاعي من ان هو لا قدر الله يتحرق. هرص الخلطه على شكل الصف على طول الورقه. اهم حاجه ان احنا نضغط واحنا بنلف كويس علشان ما يفكش اثناء التسويه. واول ما تحسي ان كده كفايه هنقطع الجزء الباقي. ودلوقتي انا هقسم الصباع الطويل ده 2 و3 حسب رغبتك. طبعا ناخد بالنا ان احنا بنلف على الجهه اللي العروق فيها مش بارزه ولكن ناعمه، عكس اللي احنا بنعمله في ورق العنب. يعني الموضوع بسيط، بدل ما بنضيع وقت في تقطيع الورق وساعتها بيبقى فيه هدر كتير، وبالتالي هيكون محشي الكرنب اسهل صنف محاشي ممكن تعمليه. بالنسبة لعملية الرص زي ما قلت اني استغليت العروق واي بقايا من الورق وفرشته في ارضية الحلة. واهم حاجة وانتي بترصي الصوابع انها تكون كروس لبعضها، يعني كل صف عكس اللي تحته علشان الحلة ما تكونش مكتومة، والشوربة اثناء التسوية توصل كويس لكل مكان في الحلة، فبالتالي تاخدي تسوية مظبوطة جدا. وادينا اهو خلصت الحلة في وقت قياسي الحمد لله. جهزت هنا الشوربة اللي هسقي بيها المحشي. لازم اتأكد ان ملحها كويس وسخنة جدا. طبعا ممكن نستخدم شوربة دجاج او لحمة، ولكن شوربة الدجاج الافضل في الطعم. وتركية اخيرة هحط معلقتين كبار معجون طماطم في الشوربة علشان المحشي بتاعي يطلع لونه جميل. الشوربة يا دوبك بتغطي مستوى المحشي من فوق. وبحط بقى طبق او اتنين صيني، بلاش اركوبال ولا بايركس، على وش الحلة. وده هيساعد ان صوابع المحشي ما تفكش وان التسوية تطلع من فوق ومن تحت زي بعضها. وبرفع الحلة على نار عالية في البداية لغاية ما الشوربة ترجع تغلي، وبعد كده بوطي الحرارة على الآخر. وهياخد معاكي حوالي نص ساعة على النار وكده تمام. بسم الله ما شاء الله، ولا صباع فك، والرز مفلفل ومستوي كويس. بصراحة صنف محاشي معتبر ويشهي. حتى لو كنت مبتدئة في عمل المحشي هيكون محشي كرنب أسهل صنف محاشي ممكن تعمليها لأسرتك. وصفات كتير مستنياكي على قناتي على اليوتيوب المطبخ مع غادة. يلا نعمل اشتراك وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان توصلنا إشعارات بالوصفات الجديدة. وتابعوني على باقي صفحات التواصل الاجتماعي: فيسبوك وكواي المطبخ مع غادة، تيك توك وانستجرام غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.